مشاهدينا الكرام، ألف مبروك لمنتخب مصر الفوز بالبطولة 13. البطولة وفي هذه البطولة العربية رقم 25 13 بطولة في رصيد مصر. اثنين بقى من كتيبة الرجالة في الجهاز الفني، كابتن سولي مدرب العالم وكابتن رامي جنيدي. بصراحة أداء رجولي من الجهاز الفني ومن اللعيبة، من أفضل المباريات، من أفضل البطولات. كنتوا على قد المسؤولية اللي انتوا تحملتوها قبل المباراة، قبل البطولة بأيام. ألف مبروك يا كابتن. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله كل الناس كانت على قد المسؤولية، والمستوى اللي احنا وصلنا له ده بداية الحصاد للجيل ده. بقالنا أكتر من 4 سنين لغاية لما وصلنا المستوى ده، كأس العالم وبعدين هنا البطولة العربية. أعتقد فرق المستوى ده نتيجة المستوى اللي احنا وصلنا له، واحنا كان هدفنا اللي احنا نفضل محافظين على نفس المستوى. الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب وبشكل كويس. أفضل مباراة وأداء ورجولة، واللعيبة كلها والجهاز كلكم كنتوا مركزين. الحمد لله. الأول والتاني برضو كان يعني هم موفقين جدا. دفاعيا ما كناش أحسن حاجة، بس الحمد لله دفعنا كويس جدا في الثالث والرابع. كلهم كانوا مركزين، خلينا نطلع بالشكل ده الحمد لله. مبروك كابتن سولي، وبعت لنا الحقوا بقى عشان شكله مش هيجي النهارده. هجيبه لك. شكرا يا كابتن سولي. ميرسي ليك كل البطولة، ميرسي ليك. سواء كملتوا ما كملتوش، هقول انتوا بصراحة جهاز فني ناجح وكنتوا على قد المسؤولية. الحمد لله عملنا اللي علينا، بقالنا سنتين الحمد لله اللي احنا خلصنا المهمة دلوقتي بالشكل ده. فنشكر كل الناس وان شاء الله اللي جاي. شكرا. كابتن رامي جنيدي، بقول لك يعني كنت دايما تتويج كلاعب، النهارده كمدرب ليها طعم مختلف. انتوا بصراحه مجموعه كلها متفاهمه. الف مبروك، اداء للجهاز وللعيبه بشكل رائع. والله الحمد لله. الاول بنشكر ربنا الحمد لله على البطوله. يمكن اول بطوله للجهاز، جهاز شاب، سن لسه يعني قدامنا طريق طويل، لسه بنبتدي حياتنا. انا بالنسبه لي يعني ببتدي الحياه التدريبيه بقالي سنتين، لكن وائل وسليم بقالهم فتره قبليه. الحمد لله قدرنا يعني نحافظ على المستوى بتاع كاس العالم. الحمد لله في غيابات قدرنا نعوض الغيابات ديت. والفرقه الصراحه اللعيبه ادت اللي عليها وقدمنا مستوى الحمد لله كويس الحمد لله. النهارده المباراه كانت صعبه، كوارتر اول وثاني، ولكن قدرتوا في الثالث والرابع يبان القوه والخبره للجهاز وللعيبه. طبعا نهائي اي بطوله بتبقى فيها تنشنه شويه. الاول والثاني كنا شويه متنشنين شويه. الحمد لله الثالث ابتدينا خلاص نفك، وابتدى الناس تلعب لعبها اللي احنا متعودين عليه. برضو قفلنا على المحترف اللي كان بيلعب، كان متوفق قوي في منتخب ليبيا، قفلنا عليه كويس. الثالث والرابع قدرنا السكور يفتح الحمد لله، وربنا كرم الحمد لله. اشكرك جدا يا كابتن رامي، اقول لك الف مبروك. يعني مش عارفين نوصل بقى لوائل بدر، ما اعرفش راح فين، اصل نقول هنحاول يبقى معانا الناس. اقول لك الف مبروك اللعيبه النهارده، ولكن تتويج بالميداليه، فبقول لك الف مبروك ليكم النهارده. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. شكرا. كابتن رامي. شكرا. مشاهدينا الكرام، زي ما احنا يعني مستمرين مع حضراتكم وفوز منتخب مصر، اعتقد دقائق مهمه جدا لكل لاعبتنا والجهاز الفني لمنتخب مصر، وفوزوا النهارده في هذه المباراه الختاميه البطوله رقم 13. اعتقد صوره جيده. هيبقى معانا يعني حاول يبقى معانا احمد الصباغ مدير منتخب مصر. كابتن احمد الصباغ مدير منتخب مصر، اقول لك الف مبروك، بطوله ليك. كنت دايما لاعب، اول بطوله ليك كمدرب، اعتقد انجاز كبير ليك. انا بقول لك لا كمدير، كنت دايما لاعب، بقول لك كمدير للجهاز البطوله جديده. الف مبروك. طبعا الحمد لله. طبعا بص زي ما حضرتك شايف ان لما البطوله بتبقى عندنا في مصر او في بلدك بيبقى الوضع مختلف، الناس كلها بتبقى مبسوطه، الحدث مهم. الحمد لله لعبنا 7 ماتشات او 8 ماتشات كسبناهم، فزنا عليهم كلهم الحمد لله. البطوله يعتبر كان مستواها يعني مش هقول قويه جدا او بتاع مستوى متوسط. الحمد لله قدرنا ان احنا نفوز بشكل مستريح واعداد كويس للفتره الجايه علشان عندنا تصفيات افريقيا ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله. الف مبروك يا صباغ، وشكلك في الجهاز الفني مختلف شويه، حاسس ان انت مكسوف شويه. شويه. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكرا شاكر جدا. طبعا الكابتن يوسف يا كابتن. مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم. يعني كابتن منتخب مصر ورافع الكاس النهارده هيثم كمال. هيثم، اقول لك الف مبروك النهارده. مباراه ورجوله، اداء رجولي من اصغر واحد لاكبر واحد، كلكم بتلعبوا بنفس الاداء ونفس الانتظام في الملعب. الحمد لله رب العالمين، مكسب النهارده نستحقه على جداره. الفرقه زي ما انت قلت كده من اصغر واحد لاكبر واحد، كل واحد كان بيعمل اللي عليه، كل واحد كان فيه انكار ذات، وقدرنا ربنا الحمد لله بتوفيق ربنا ان احنا نطول بالبطوله الحمد لله. بنتك معاك؟ بنتي وابني يعني. الف مبروك. انت بوي نعم. ايه؟ قلت لبابي ايه النهارده؟
ألف مبروك طبعا. قبل الجيم قلت لي جود لك ولا ايه؟ هيثم بقول لك الف مبروك، كنت بتأدي برجوله، ثلاثياتك حسمت في الكوارتر الثالث برغم ان احنا الكوارتر الاول والثاني ما جبناش ولا ثلاثيه، ولكن اللعيبه كلها كانت بتلعب باداء رجولي. هو الحمد لله توفيق من ربنا في الاول وفي الاخر. احنا بس اول الشوطين كانش لسه الناس ما دخلتش في الجيم قوي. كان في محاضره قويه بين الشوطين. حسيت هو طلع والجهاز كله اللعيبه كمان احنا بينا وبين بعض كان في محاضره قويه ان احنا لازم ننهي البطوله بشكل كويس، والحمد لله ربنا قدر يوفقنا. الحمد لله الحمد لله. انا بس حابب اشكر نادي الرياضه بصراحه ان هي موجوده من اول يوم لاخر يوم، وبصراحه نفسنا تبقى موجوده كمان في الدوري وترجع زي زمان، الباسكت يرجع زي زمان في مصر، يعني الناس تتشهر بيه. على طول يا كابتن هيثم، واقول لك الف مبروك، كابتن منتخب مصر وتستحق النهارده اللقب. الله يبارك فيك، شكرا. الكرام يعني ده كان كابتن هيثم كمال كابتن منتخب مصر وبيسال على الكاس، ولكن بقى واحد تاني اصغر لاعب، واللي وائل بدر اكد لي اكتر من مره اللي هو هيكون لاعب واحد لعب كوارتر اول. انا اعتقد النهارده بدايته في هذه البطوله، ومع منتخب مصر في الكوارتر الاول لعب باداء رجولي، نزل وجه في الكوارتر الثالث حصلت مشكله وحصل فاول، وائل بدر اصر عليه وكان واحد من اللي جاب ثلاثيتين بعديها وقدر يرجع للمباراه. ريحان بقول لك احمد ريحان زي ما وائل بدر اداك الثقه وكنت على قد المسؤوليه، لعبت باداء رجولي، ديفنس قوي، الديفنس هو اللي جاب لنا المباراه في الكوارتر الثالث. الحمد لله طبعا، ده توفيق من ربنا اكيد، وثقه من الكوتش وثقه من اللعيبه كلهم طبعا، والحمد لله ربنا وفقني في الديفنس وفي الاوفنس وعملنا ماتش حلو الحمد لله. الحمد لله. النهارده انت بتلعب ديفنس قوي، اللعيبه هم عندهم بيلعبوا فردي، والتركيز على الديفنس القوي رجعكم خلى شكل المنتخب بقى افضل، بدليل ان انتوا كسبتوا بسكور كبير. طبعا اهم حاجه في الباسكت طبعا قبل الاوفنس الديفنس، من اهم الحاجات في الباسكت، ويعني عملنا ديفنس حلو في الاول. الماتش كان قريب بس الحمد لله في الثالث والرابع ركزنا في الديفنس اكتر وفرقنا والحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين مع حضراتكم ومع دكتور محمد جمال. هقول لك الف مبروك النهارده يا دكتور محمد، رجوله، اداء، فوز منتخب مصر والتتويج باللقب. والله فضل كبير من ربنا. عملنا 2 هاف تايم في الاثنين شوطين الاولانيين كانوا جامدين قوي مع ليبيا، والحمد لله الثالث والرابع بفضل الله الولاد ما شاء الله واقفين على رجليهم، وقدرنا الحمد لله نعمل فرق كبير قوي في الثالث والرابع زي الماتش اللي فات. في الاول كنت خايف، قلت لنا عايز ما بلعبش ماتش، بلعب 7 مباريات بوصلهم، بنريح، بنشتغل مع اللعيبه اللي احنا نريحهم بالشكل. هو فضل كبير من ربنا ان احنا نوصل، لان حتى ماتش امبارح لو زي ما انت شفت الامارات في السيمي فاينل، برضو الامارات كان نفس السيناريو، اول شوطين كلوز ايكوال جيم، الثالث والرابع بفضل الله مع الدفاعات القويه الفرق اللي قصادنا بتقع وبنبدا نطلع احنا في الثالث والرابع. فالحمد لله النهارده اعتقد كتابه يعني للجهاز الفني كله بوائل بدر والمجموعه عملتوا وعلى مدير فني كبير فؤاد ابو شقر. طبعا كابتن فؤاد مدير فني يعني عامل شغل مع فريق ليبيا، فريق هايل، ولكن فعلا الدفاعات اللي اتعملت في الكوارتر بدايه الثالث هم اوريدي كانوا منهكين، يعني الثالث والرابع فعلا حتى اللعيب المحترف مع تغيير الدفاعات عليه ما بقاش قادر يعمل اي اضافه بعد كده. الف مبروك يا دكتور محمد وبالتوفيق. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام يعني ده فوز منتخب مصر بالبطوله رقم 13. كابتن عمرو مسلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكره السله ورئيس لجنه المنتخبات، اقول لك الف مبروك، بطوله جميله وشكل جميل وصوره جميله لمنتخب مصر. اكيد طبعا، يعني كلنا فرحانين بالانجاز، بنشكر اللاعبين وعلى مستواهم العالي اللي فارق عن كل الفرق الموجوده ومشاركه. طبعا احنا يعني بعيد عن الفرق بكتير، يعني وده اللي واضح في النتائج اللي احنا عاملينها محققينها. كل ماتش بنلعب 30 بونت، 35 بونت، 40 بونت، يعني ده كان المتوقع واللي باين واللي سايد ان البطوله طبعا في الاخير هتكون لمنتخب مصر الاول اللي هو يستحق هذه البطوله الحقيقه. الف مبروك كابتن عمرو، القادم افضل، ونتمنى باذن الله تصفيات افريقيه جيده، نتمنى تصفيات اولمبيه يكون فيها مفاجاه ونوصل باذن الله، والف مبروك. اللعيبه هتعمل اللي عليها، عندها سبيريت، عندها جواها عايزه تعمل حاجه، وهو ده جيل الحقيقه جيل محترم جدا، جيل من اللاعبين. بنشكر عمرو الجندي على وجوده، مش نشكر عمرو الجندي ان هو جه وكمل معانا رغم ان هو كان مقدم اعتذار عن المنتخبات، ان انا بقول له متشكرين يا عمرو وانت لسه عندك كتير ولسه تدي كتير، فربنا معاك وان شاء الله تتاهل زي ما انت عايز للاولمبياد ان شاء الله باذن الله. جدا، وتحيه لمحمد مسلحي وعمرو مسلحي النهارده بجماهير اسكندريه اللي جت النهارده. اكيد انا بنشكر طبعا جمهور اسكندريه على وجوده، ربنا يخليه. شكرا يا كابتن.
مشاهدينا الكرام مستمرين مع حضراتكم كابتن عمرو مسلحي كابتن وائل الحاوي اقول لك الف مبروك يا حاوي النهارده تنافس الصعداء مباراه كبيره كوارتر ثالث افضل كوارتر على فؤاد ابو شقره مدير فني كبير. تسلم يا عدول. الحمد لله يمكن ماتش اتصعب علينا في الكوارتر الاول والثاني. الهاف تايم دفاعيا ما اشتغلناش كويس خالص مع الولد رقم 0 المجنس في منتخب ليبيا. ما اشتغلناش كويس. ما كناش قاعدين على رجلينا كويس. باد كوميونيكيشن كتير. اوفنسيفلي كنا مستعجلين جدا، خاصة عمالين نشوط 3 بونت واحنا الجيم بلان مش قايلين كده، قايلين حاجات تانية اشتغلناها في الثالث والرابع. الحلقة هتبقى فاضية، لازم ننزل الكرة لأنس وعمر طارق والسناتر تحت الحلقة تلعب بدارة وتوصل للحلقة، لازم الجردات توصل للحلقة. الحمد لله اتكلمنا في الهاف تايم قدرنا نغير. الدش كان سخن قوي. محاضرة كانت قوية وجامدة واحنا حسينا ان احنا غلطانين كلنا بلا استثناء. ادم هيثم قال بقى يبقى انا اكمل. بقى ما هو قال يعني في وقت لازم يعني شويه تبقى الامور ناخدها بجديه اكتر من كده. ثالث ورابع غير اول وثاني، اداء من اللعيبه الصغيره والكبيره برجوله تركيز لحد اخر سنه. الحمد لله والله يا محسن زي ما انت بتقول اتكلمنا وشدنا نفسنا كلنا وقلنا لا الامور هتبقى صعبه لو ما اشتغلناش احسن من كده، لازم نركز جوه الجيم، لازم نهين نفسنا شويه عشان نكسب. المكسب مش بسهوله. الحمد لله رب العالمين. انا قلت وائل بدر كمل مع منتخب ما كملش النهارده بمباراه بالشكل قدام مدير فني كبير كده. وائل بدر من النهارده قدر يثبت ان في مدير فني بجهاز بالمجموعه اللي معاه تقدر تمثل منتخب مصر سواء كملته او ما كملتوش. والله انا بشكر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه على الثقه اللي هو حطها فينا في البطوله العربيه، ان احنا موجودين في البطوله العربيه. احنا بنخدم المنتخب في اي وقت، بقالنا سنه ونص شغالين مع الراجل. حطوا فينا الثقه في البطوله ديت بنشكرهم. فالحمد لله رب العالمين وربنا كريم الحمد لله. مصر ميكر ولا سليم تلعب باسكت فين؟ بيلعب ميكر ولا بيلعب ايه مركز ايه؟ هو كان احسن ميكر في مصر بيلعب كاس العالم. هيلعب بالميكر ان شاء الله بس ما بيلبسش 7 بيلبس 4. عايز احسن لاعب ويبقى احسن من الحاوي. شاكر جدا يا محسن، شاكر جدا على وجودك خلال البطوله كلها، شاكر جدا على يعني لمتك بكره السله واسئلتك فيها. شكرا لتعب نيل الرياضه ودايما من زمان الزمن وانتم موجودين في الباسكت بول. متشكر جدا. الف مبروك ودايما بالتوفيق ودايما من النجاح وان شاء الله مدير فني كبير لمنتخب مصر باذن الله. شاكر جدا يا محسن ربنا يخليك يا رب.